عدم تأهل برشلونة من ضمن الثمانية الأوائل كان حيكون كارثة لهانز فليك. الفريق حاليا عنده إصابات وغيابات وضغط مباريات، ولما تزيد عليهم مباراتي الملحق تبقى مصيبة كبيرة جدا، لأنه الكلام ده كان بيعني ضغط أكتر، مباريات أكتر، إرهاق، إصابات، وممكن ينتج عن الكلام ده إنه الفريق يخسر صدارة الدوري لصالح ريال مدريد. فإنت كده ضربت 100 عصفور بحجر واحد. مباراة الأمس شهدت تألق لافت جدا للامين جمال اللي أعطانا لمحة من مستواه اللي شفناه الموسم الماضي، وكان الوحيد المشكل خطورة على كوبنهاجن. سجل هدف، صنع هدف، وعمل 6 مراوغات ناجحة، وأكثر من صنع فرص في المباراة، واستحق نجومية المباراة عن جدارة. والشيء اللي كنا مفتقدينه من سنين هو التسجيل من ضربات ثابتة. راشفورد فعلها يا الله وسجل هدف رائع جدا. راشفورد في الأبطال مع برشلونة يا سادة شكل تاني. ودي الفرق الأربعة الموجودة في طريق برشلونة في دور 16: باريس، نيوكاسل، كاراباخ أو موناكو. طبعا في البداية حتكون في قرعة، الفرق الأربعة حتلعب مع بعض عشان يتأهل 2، واحد من الاثنين المتأهلين حيواجه برشلونة في دور 16.